وحد الله وصلى على النبي. الفترة اللي فاتت بالنسبة للكوارع طبعا واحنا في الشتاء وده موسمها، احنا في شهر واحد اهو، واحد خلص، احنا في بداية شهر 2. فرد الكوارع اكتر وقت له بيتسحب هو في الشتاء، معروف بيبقى السعر بيغلى. الجودة اللي هي زي ديت طبعا المناطق اللي متعودة ان هي تشتغل الجودة اللي هي الدبابات، الفص الازرق، الاحجام الكبيرة ديت، طبعا الفرد ده بيوصل لرقم كويس دلوقتي ليه تصفيته عاليه وكله لحم والكلام ده. عملنا تفصيلات كتير للكوارع، اخترعنا كذا تفصيله منهم من هنا ومن هنا ومن هنا ففي تفصيله معتاده اللي هي بتاع الجزارين، اي جزار بيعملها اللي هي الف ب تفصيل فرد الكوارع بيبدا من هنا ومن هنا. ففي ناس كتير بتقول اشمعنى الطريقه دي الوحيده اللي انت ما عملتلهاش فيديو؟ فجه اللحظه اللي احنا هنعمل بقى التفصيله بتاعه الجزارين اللي هي العاديه يعني. وحد الله وصلى على النبي. وهنفصل التفصيله بتاع الجزارين. بتيجي بقى ايه، بتنامي فرد الكوارع اهو على جنبه. طبعا ده فرد كوارع عجميه. المقصود بالعجميه اللي هي انثى الجاموس، النتايه بتاع الجاموس، بس العجميه يعني هي ايه؟ العجميه اللي هي لسه ما جرحتش وما جرحتش، يعني ما ولدتش قبل كده او ما اتجوزتش خالص، بتبقى عزبه. العزبه اللي هي انثى البقر، انما العجميه انثى الجاموس، بتبقى بالشكل ده وبالحجم ده. فالكوارع بتاع العجميه او الفحل الجاموس بتبقى افضل واضخم من بتاع البقر مهما كان حجمه ايه. هنوحد الله وصلى على النبي، يلا نبدا مع بعض. هتنام الفرد على جنبه وبتيجي منين؟ من وش الرجل، وبتفتح خط كده، خط عدل، وبتلف الناحيه الثانيه من ناحيه بزين الرجل وبترفع لفوق وبتاخد برضو خط عدل كده. تمام. في عصب بيبقى يعني الكزلك بتاعك اول ما يوصل بالعظم، يعني تشد على الاخر لحد ما يوصل للعظم، وبتميل ده لفوق وتميل سن الكزلك سنه. في عصب هيقطعه معاك، اول ما هيقطع العصب ده هتلاقي الفرد عمل منك كده. تمام. بتيجي على الرجل وتقوم ساحب سحبه كده لقدام كده، انت فصلت اهو، فتحت الفرد اهو كده. الفرد يعتبر طالما وصلت المرحله دي يعتبر فرد الكوارع كده اتفصل معاه. تاخد سنه كده اهو. بص بتاع العجميه تلاقي فيه لحم، اللحم واصل لاقصى الرجل من جوه. ادي اللحم بص عامل ازاي في الرجل من جوه. هتيجي بص هتلاقي هنا برضو عصب اهو، هتقوم قطعه كده بالسكينه كده. الرجل بقت معاك اهي. ممكن ان انت تخليها خالص، ممكن ان انت تسيبها ماسكه في بعضها. احنا هنسيبها ماسكه في بعضها وهنمشي بالكزلك على المفاصل بتاعتها. طبعا عشان تعرف مكان كل مفصل بتيجي من بعد البز الرجل ده وبتنزل كده بالسكينه وتقوم واخد واحده ايه لجوه كده. هتلاقي مفصل اولاني اهو قبلك، المفصل ده اهو بالشكل ده. وصلت المفصل ده هتلاقي اللحمه فوق اهي طالعه عن العظم. تفتح لنفسك حته لحم كده عشان تمسك منها، عشان تعرف تجيب المفصل التاني. اول ما بتعلم كده اهو هتلاقي المفصل التاني اهو طلع معاه. يبقى ده مفصل اهو، وده مفصل اهو، وده مفصل تاني اهو اللي هو بتاع الحافر اهو. دي كده كل المفاصل اللي بتبقى في الفرد. ده جنب الجنب التاني نفس الكلام. قطعنا حته. تعال تيجي برضو عند بز الرجل وتقوم نازل كده اهو المفصل اهو. طبعا اللحمه بتبقى طالعه كده، هتقوم قاطع حته اللحمه دي كده عشان تمسك منها، عشان تعرف ان انت توصل للمفصل بسهوله. كده كده هو هيبان معاك. انت اول ما تشد من حته اللحمه دي لورا كده وتقطع بالسكينه الاوتار هتلاقي المفصل ظهر معاك على طول كده. المفصل هو ظهر معاك. هتيجي عند المفصل ده تفتح كده كده. فرد الكوارع خلص اتفصل. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. تعال ادي قطعه تانية، التالتة. هتيجي هنا تفصل كده، وديت زي ما قلنا هي دي التفصيله المعتاده بتاع فرد الكوارع اهو. مفاصل كلها اهو
اه تقطع دي كده هذا فرد الكوارع بكل سهوله. طيب هتيجي بقى عند الماسوره ديت، ممكن ان انت بسكينه صغيره بتخلص الفرد، سكينه زي دي بتفصله بسهوله. طب ده هنعمل فيها ايه؟ دي ممكن تاخدها عند نجار او حداد يقطعها لك بالصاروخ او بالشنيور، يخرمها لك كده وبعدين ايه يديها بالشاكوش يكسرها. او ممكن ان انت تجيب بلوك قالب طوب كبير وتقوم نزل عليها بيه. لو ما عندكش ساطور زي ده، هو ده الحل الوحيد. طبعا لازم تكسر الماسوره عشان تقدر تستفاد بالنخاع الداخلي، لانه طبعا بيظبط الشوربه شويه. لو وصلت لغايه هذه اللحظه، او لو انت اتفرجت على الفيديو لغايه هذه اللحظه، توحد الله في كومنت وتصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو. ولو انت مش عامل متابعه اعمل متابعه للصفحه، عشان خلاص قربنا نوصل على المليون، وعشان يوصلك اي فيديو جديد ينزل. وحد الله وصلي على النبي ويلا روح.